السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. آخر حاجة كنت أتصورها إن أنا ألاقي أفلام لعادل إمام الزعيم. كنت دايما أقول إن الأفلام اللي سبقت إن الممثلين يعني درجة تانية أو أفلام خليعة، لكن إن عادل إمام مش يعني صدمة بالنسبة ليا والله. إن الأفلام دي كانت متخزنة، هل هو اللي كان مخزنها وسايبها بقى كميراث، ولا سهير رمزي هي اللي واخداها، ولا نور الشريف؟ مش عارف. آه، لقطة الشباك اللي بيبص من الشباك دي دايما بنشوفها، بس كانت في فيلم ايه ما نعرفش. هو الفيلم ده هو ده بقى الفيلم. آه، عادل امام بيبعت لنور الشريف، هيجي له زيارة في بلده، هيقابل سهير رمزي، هيحبها وتحبه. لكن للاسف الشديد بقى في إيه اللي هو شبيه فريد شوقي، مسعود ده، هو اللي هو اللي عايز ايه ياخدها ليه؟ عشان الميراث وعشان الارض وعشان ويقول له النظام ايه، زدنا في دقيقنا. طبعا وهتدوب بقى مواقف طريفة جدا جدا جدا، واستعراض لعضلات الفتاوى دوت. واللي هو ما اللي هو يعني عملوا له فعلا افلام عشان يكبر ويكبر ويكبر ويكبر، لكن للاسف الشديد ما نجحش او ما عرفش يقوم بالدور بتاع فريد شوقي خالص يعني. آه، نور الشريف، هل نور الشريف اللي خبى الفيلم؟ هل عادل امام؟ انا يعني مش متوقع ان الفيلم ده يكون، مش عارف. اعتبروها بقى ارث لهم، يعني ميراث لهم وحق مكتسب، لازم ياخدوه. وميراث شرعي لاولاده. لما يطلع واحد يقول لك كده، انا كان معايا شنطه ولا معايا حاجه من بتوع عادل امام، ما بالك لما يقول انا معايا فيلم لعادل امام؟ فيلم كبير، حاجه كبيره يعني. فيلم ممتاز جدا، وتصوير ومونتاج واضاءه، وبتصرف عليه فعلا فعلا، يعني فيلم حلو. ليه؟ ليه ما تعرضش اياميها؟ مفيش اي مانع ليه خالص. حتى سوري رمزي يعني رقصت رقصتين في الفيلم، بس مش حاجه، مش خليعه وفيها اي حاجه خالص يعني. طبعا عادل امام اللي قام بدور الست طبعا من ضمن الادوار الفكاهيه يعني من خلال الفيلم. بس نرجع ونقول، مين اللي خبى الافلام دي؟ او مين اللي طلع الافلام دي؟ يعني ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم هم بيتحاسبوا. يعني قولوا لنا بقى مين الفيلم ده تبع مين؟ يا ريت حد يرد علينا ويقول لي سبب. مفيش اسباب خالص للحذف، او انه ايه، انه يتسرق. ارجو ان تستمتعوا بالفيلم، وفيلم جميل يعني. كفايه انه عادل امام، بس مش هقول اكتر من كده. ونور الشريف عملاق، اتنين من اهرامات الفن. يا ريت في انتظار تعليقاتكم، وشكرا جزيلا لكم. مع تحيات تامر ابو المعاطي، وقناة نوع من العرض، او مسروق او محذوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضراتكم.